السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. احنا هنا في وادي نطرون بنصور 7 فدادين ملك نهائي معلش حاجة للدولة، فيها طاقة شمسية 7 كيلو أو 5 كيلو، مزرعين غلة، فيها شبكة رش زي ما حضراتكم شايفين، يقرب من أسفلت 4 كيلو، مدق ترابي في مكان مشهور. 7 فدادين ملك، فيهم شوية غلة بسم الله ما شاء الله. ملوحة المية هنا 1000. أرض ملك نهائي معلش حاجة للدولة. واخدين وجهة حلوة على الطريق الرئيسي. تربة بيضة تزرع جميع المحاصيل، زي البطاطس والفاصوليا، تربة زي العسل، تربة شغالة حلوة لجميع الفواكه والموالح. فيها شبكة رشاشات، واعتبر المية ببلاش، طاقة شمسية 7 كيلو شغالة. الرشاشات على الجنبين ده، طاقة شمسية بتروي فدانين هي 7، كل فتحة فدانين رش. تربة بسم الله ما شاء الله صالحة لجميع الزراعات. ده 7 فدادين، وجنبنا هنا 9 فدادين، والسعر كويس جدا، 230,000 الفدان ان شاء الله قبل التفاوض. دي طاقة مية ببلاش، وال7 فدادين على فتحتين او 3. في مصراحة عاوزة توضب في اول الارض. هنا الجيران زارعين مانجا، وبقية الجيران التانيين زارعين محاصيل، مانجا وجوافة جنبينا، والباقي محاصيل. طبعا اسعار المحاصيل بسم الله ما شاء الله. تربة فوق الممتاز. في إنارة هنا للبيت أو الاستراحة ديت شغالة عادي، ومعانا طاقة شمسية شغالة، ومية ببلاش. زي ما قلنا لحضراتكم ملك نهائي، وجنبنا 9 فدادين برضو للبيع، والنفس للسعر 230. 4 كيلو من الأسفلت. حبيت تشيل شبكة الرش وتزرع تشجير، شغالين. طبعا تربة نظيفة جدا، مكان حلو، مكان عالي.
طبعا صاحبها زرع 7 فدين كلها غلة، ان شاء الله اللي هيجي يخلص فيها هيستلمها بعد شهر 4 بعد ما يخلص الغلة. صاحبها بيتكلم في 230 ألف للفدان. أربعة كيلو من الأسفلت، فيها طاقة شمسية 7 كيلو، فيها الصراحة مزروعة كلها غلة. للسلام إن شاء الله في شهر 4 بعد محصول الغلة. دي التربة برضه طبعا زي ما قلنا لحضراتكم ملك نهائي. تصلح لجميع الزراعات، أرض بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحبها. معانا هنا مية ببلاش ولا كهرباء، هنا طبعا طاقة شمسية. وأرض ملك، مش هتمشي كتير من الأسفلت. هنا الصحراوي 13 كيلو 12 كيلو. إن شاء الله الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.